يتخلى عمر الحمزاوي محمود مرسي عن صديقه وزميله عثمان خليل أحمد مظهر في تحرك ثوري لاغتيال زعيم مصري سياسي فاسد، وتكون النتيجة هي القبض على عثمان وسجنه المؤبد، بينما يتقدم عمر في عمله بالمحاماة، وتظل ذكرى تخليه عن صديقه عثمان تؤرقه. يعيش عمر مع زوجته زينب مريم فخر الدين وابنتيه بثينة نيلي والصغيرة جميلة دينا عبد الله، وما زال يشعر بالملل وعدم الرغبة في العمل، كما يشعر أنه تائه وأن نهاية العالم قادمة. ينصحه صديقه القديم مصطفى بدر الدين جمجوم بالراحة، ويذهب ليعرض نفسه على صديقه القديم والطبيب الناجح حامد حسن شفيق، الذي ينصحه بإجازة التخلص من الإجهاد. تخبره زوجته زينب بحملها ولا يسعده ذلك. يبدأ عمر في البحث عن المتعة الجسدية ويصادق المغنية مارجريت حبيبة ذات الأصول الإنجليزية. يقول عمر إن روحه قد مات ولا مانع من السير في الاتجاه الجسد. تسافر مارجريت فجأة ويتعرف عمر على الراقصة وردة شقار. يعود فجرا إلى بيته لتسأله زينب عما يحدث في حياته، وإن كانت هي المسؤولة عما هو فيه. يواجهها عمر بأنه على علاقة بامرأة أخرى ولتفعل ما تراه، بل يجب أن تسلم بالأمر الواقع. يستأجر عمر شقة فاخرة ليقيم مع وردة ويهجر بيته وأسرته. تأخرت ربع ساعة معادك. كان عندي ميعاد أهم منك. يذهب يسبك إلى مكتب عمر ليشكو إهمال وردة في عملها، ويخبره عمر أنها لن تعود لعملها مرة أخرى. وقبل أن يغادر يسبك المكتب يبادره عمر بالسؤال: ما معنى الحياة؟ ألم تفكر في الموت؟ وأن الحياة يمكن أن تؤخذ منك في غفلة دون أن تكون مستعدا؟ ويجيب يسبك بأنه لا يفكر في هذه الأسئلة، حيث أن بيته جميل وزوجته سعيدة وابنه يتعلم الكيمياء في سويسرا. يعرض عمر على يسبك أن يعيد له وردة في الحال إذا أخبره ما هو الله، ويضحك يسبك ويعتقد أن عمر مبسوط كثيرا اليوم، ويغادر دون إجابة. تعود مارجريت من لندن ويراها عمر ويقرر الاستغناء عن وردة، وهو يخبرها أنه يبحث عن شيء يضيء لثانية ثم ينطفئ، ويسألها عن إيمانها بالله. تبادر وردة بهجره ويبدأ في قراءة كتب التصوف، ويخبر صديقه مصطفى أنه يتمنى أن يتخلى عن كل رغباته الجسدية. يصطحب مصطفى صديق عمر لزيارة الصديق الثالث عثمان خليل الذي يستعد لإنهاء فترة سجنه. تضع زينب طفلا ويلتقي عمر بأسرته في المستشفى، ويقرر العودة إلى بيته وأسرته. يخرج عثمان من السجن وفي بيت عمر يواجهه بأنه يراه إنسانا بلا قضية، ويعترف عمر بأنه رجل منتهي. يبدأ عثمان العمل بمكتب المحاماة بدلا من عمر، ويعلن لعمر ومصطفى أنه يعيد الاتصال بمجموعة أصدقاء قدماء للتحرك في نفس اتجاهه القديم. يواجه عثمان صديقه القديم عمر بأن ما حدث له كان الخوف بعد القبض على عثمان، ورأى مصدر القوة هو المال وسار في طريق المال، وأكل في نفسه حب الحياة والناس. وعند قيام حركة يوليو تبلور إحساسه بالخوف، في الخوف من الموت والخوف من فقدان المال. رد عمر بأنه يبحث عن القوة فيما وراء الحياة والشيء الذي يجعل للوجود معنى. يترك عمر أسرته وبيته ليقيم في بيت قديم وهو يهتف يا رب علامة. يشتكي من عدم إخلاص النية واستمرار قلبه بالتعلق بالدنيا. يعجب من تفكيره في الله وهو مستيقظ، وفي نومه يرى من عرفهم من النساء. يجلس عمر أرضا ويأتي عثمان ليخبره أنه تزوج بثينة وأنها تحمل بطفله، ويرجوه العودة لبيته حيث أن الشرطة في أثره. يصاب عمر برصاص الشرطة وهي تهاجم عثمان، وفي سيارة الشرطة يطلب عثمان من عمر العودة لحياته وأن ما يبحث عنه موجود في الحياة، ويجيب عمر أن الحقيقة قريبة من الحلم. فيلم الشحات هو من إنتاج 1973
وهو من بطولة محمود مرسي ونيلي وأحمد مظهر وشوكار ومريم فخر الدين وحبيبة جلاديس. الفيلم من تأليف نجيب محفوظ ومن إخراج حسام الدين مصطفى.